السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نعمل مع بعض النهاردة الحواوشي طريقة سهلة جدا وبسيطة. بس الحواوشي كان طعمه تحفة وجميل. عملناه بالجبنة الموتزاريلا، كان لسه سخن بقى، مش عارفة اصلا امسكه. بس هقطع الرغيف معاكم اهو. انا عاملاه على النار من فوق، انا مش حطيته في الفرن. الجبنة كان طعمها فيه جميل. لو مش عندنا جبنة موتزاريلا مش لازم نكلف نفسنا خالص. انا كان عندي كيس كاتشب كده حطيته عليه، طبعا ده اختياري. معايا المقادير بتاعتي: نص كيلو لحمة مفرومة، عدد 3 فلفل الوان، معايا 3 او 4 بصلات كبار. معلقة الخل دي حلوة جدا مع الحواوشي. معايا نص معلقة فلفل اسمر، نص معلقة، ربع معلقة بابريكا، ربع معلقة شطة. معايا بهارات لحمة، هنزل بنص كل اللحمة بتاعتي. طبعا الملح بتاعنا. لازم ادخل الخليط كله في بعضيه كويس جدا. طبعا ايدينا احنا طبعا غسلينها كويس. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده ونصلي على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. انا خلصت البصل مع اللحمة كده، هنزل بالفلفل الالوان مقطعاه قطع صغيرة. ده فلفل مش طماطم. هخلط الخليط كله تاني مع بعض. ما ننساش معلقة الخل دي حلوة قوي وبتدي طعم جميل. هقلب فيها شوية. لو عجبكم الفيديو ما تنسيش اللايك. لو اول مرة تشوف القناة بتاعتي ممكن تشترك فيها وتفعل زر الجرس. معايا كيس بهارات حواوشي او خلطة الحواوشي. هخلط الخليط كله تاني. انا اسمي فاطمة ودي قناتي مطبخ العائلة، اتمنى تشرفوني فيها. معايا بقى معلقة هتدي طعم حلو قوي للحواوشي. لو متوفرة عندك ماشي، مش متوفرة خلاص. دي معلقة ليا، تدي طعم حلو قوي للحمة. خلاص كده العجينة بتاعتي جاهزة.
انا عاملاها بعيش عادي. ان شاء الله هعمل لكم برضو الحواوشي الاسكندراني، هيعجبكم قوي. اغسل ايدي كده، اجيب العيش بتاعنا البلدي. انا مش بدهن العيش بتاعي اي مادة. بجيب بقى الخليط بتاعي، هفرد كده العجينة بتاعتي كويس جدا على العيش. هنزل بقى كده شوية جبنة موتزاريلا، لو مش متوفرة عندك خلاص، بس هي كانت موجودة عندي والاولاد بيحبوها بالموتزاريلا. هعمل بس رغيفين معاكوا كده. هكمل كده بقى. هفرد العجينة كويس جدا. ما تنسونيش في اللايك. هضغط بقى على العيش بتاعي كده. معايا طاسة سخنة مدهونة زيت او سمنة. اوطي النار عليها خالص واضغط كده من الجناب. اضغط بالراحة عشان العيش بتاعي ما يتهريش. لو عايزة تحطيه في الفرن حطيه، بس في الطاسة كده بيبقى طعمه حلو قوي. انا مهدية النار خالص. هقلب كده بقى العيش بتاعي. على نار هادية خالص، معليش النار، لان طبعا احنا عارفين ان اللحمة بتاعتنا مش مستوية. خلاص العيش بتاعي قرب يتعمل او الحواوشي. بصوا الجبنة جميلة جوه ازاي. ما استعجلش عليه خالص. معلقة اللي انا بحطها له دي بتفرق في طعمه قوي. انا خلصت الكمية بتاعتي كلها. بصوا الفلفل الالوان شكله جميل ازاي. هو كان سخن جدا. هقطع كده نصين، ممكن اقطعه 4 ارباع. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.